دير خير ما يطرى باس. بزاف ديال الناس كيستعملوا هذا المثل، وخصوصا الا داروا الخير في شي واحد ورجعوا ليهم بالشر. فشنو القصه ديال هذا المثل؟ فالقصه كتقول ان القصه ديال هذا المثل كترجع للقرن السادس عشر، فاش بغى الملك النعمان ديال العراق يبني قصر ما بحالو حتى قصر، فبقى كيقلب على احسن المهندسين اللي يقدروا يبنيو ليه هذا القصر. وفعلا لقى واحد المهندس اللي كان بارع في بناء القصور، وجابوه وقال ليه شنو بغى. فقال ليه امر تعمل سيدي، وقال ليه ما يكون غير خاطرك غادي نبني لك هذا القصر. وفعلا بنى ليه القصر. وفاش سالا جا النعمان كيدور في داك القصر، بقى مبهور وبقى مصدوم من داك الجمال ديال داك القصر. وطلعوا فوق السطح كيشوفوا القصر كيفاش كيطل والاطلاله ديالو جميله. فقال ليه واش كاين شي واحد يقدر يبني شي قصر احسن من هكا؟ فقال لي انا نقدر نبني ما احسن منه. ونقول لك واحد السر، هو ان هذا القصر واقف على صخره، الا تحيدت ديك الصخره يقدر يطيح هذا القصر. فقال لي شكون اللي عارف هذه المعلومه من غيرك؟ قال لي هذا الشيء كله عارفه غير انا بوحدي. فاش شد النعمان ورمى داك المهندس من السطح ديال داك القصر وقتلو. وهو مسكين داك المهندس دار فيه الخير وبغى يبني لي احسن قصر، ولكن النعمان جازاه بانه قتلو. ومن هنا بقى ديال المثل ديال انه دير خير ما يطرى باس.